1921 يجيبوا هذاك بوجمع العملي اللي هو قبايلي جزائري في الاصل ولكن فنان مهم، وغادي يقول لي شيخ اختار في المغرب شنو هي المنطقه اللي يمكن اللي فيها الغزف واللي يمكن تساعد على الانقاذ ديالو. غادي يختار اسفي وغادي يختار مدرسه، وهذه المدرسه ديال اسفي هي اللي غادي تخرج منها هذه الفنون بحال هذا النوع اللي ما بقاش تيدار اليوم، لا من حيث الشكل ولا من حيث الاتقان ولا من حيث الالوان او غيرها. ولد الفنان بوجمع العملي بقرية من قرى منطقة القبائل الجزائرية سنة 1890. خلال فترة شبابه كان يذهب إلى ورشة لصناعة الخزف يديرها أستاذ خزف فرنسي محنك معروف هو الأستاذ إرنست بيرو، الذي كان يعمل أيضا مدرسا بمدرسة الفنون الجميلة الجزائرية. قضى بوجمع العملي نحو 10 سنوات كمتعلم في ورشة أستاذه، ليصبح فيما بعد مسؤولا عنها ويستكمل تكوينه بالمدرسة حيث يدرس. بعد الحرب العالمية الأولى رحل السيد العملي إلى فاس بأمر من مصلحة الفنون الجميلة قصد تكوين الخزفيين الشباب وإنقاذ صناعة الفخار من الانهيار. فقد أصبح الفخار المغربي يشكو بسبب غزو الأواني المعدنية من الإهمال والكساد. مع بداية القرن العشرين بدأت تتقاطر على المغرب أوان أجنبية معدنية وبلاستيكية كانت تقليدا لكثير من المنتجات الفخارية المغربية، أقبل عليها المغاربة بشدة وفضلوها على منتوجاتهم الوطنية بسبب ثمنها الرخيص ومتانتها، مما ألحق أضرارا بالغة بهذه الحرفة وممارسيها. شكلت أسفي إذن نقطة انطلاق مغامرة العمل بالمغرب، إذ قام بتأطير أول ورشة للخزف في البلاد تأسست تحت أوامر المارشال ليوطي، والتي تحولت فيما بعد إلى مدرسة للخزف، حيث قدم العملي أسرار تطويع التراب لفائدة الجيل الجديد. وقد كان لهذا الاستقرار